بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم كده في تاني روتين او تالت روتين، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. يعني انا معاكم خطوة بخطوة في تجديد البيت بالشكل ده. يعني ده كان بقى المطبخ، يعني كان فاضل فيه حاجات بسيطة ويتشطب. كان فاضل بقى السقف والأرضية، فكان معمول بس الحيطان كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. في الأول بقى حطوا الفيديو كمان كومنت حلو منكم كده. ولو انتوا أول مرة بتشوفوني، يا ريت تضغطوا على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. فزي ما انتوا شايفين كده، يعني بنجدد بقى البيت لأم كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. يعني الحمد لله يعني على اللي احنا وصلنا له دلوقتي بجد. يعني عجباني النتيجة جدا جدا، واتمنى اعرف رأيكم. يعني ايه رأيكم في السيراميكا اللي هي السادة دي للمطبخ؟ يعني انا كنت مختارة حاجة فيها زي ورد كده زي الحمام، بس بصراحة يعني الناس وهم شغالين وكده قالوا لا، السادة كلها هتبقى في المطبخ. فما كانوش لسه بقى وصلوا للجزء ده كده للسيراميك، كانوا شغالين في الحمام من جوه، وكمان المطبخ من بره. يعني بيبقوا بالحيطان الاول زي ما انتوا شايفين كده. فزي ما انتوا شايفين دي الوزرة اللي انا كنت عايزة اعملها في المطبخ من بره، بس هم قالوا لا بصراحة. لان كان كمان السيراميك لما جه الوزر ما كانش كتير. الكراتين بتاعت الوزرة اللي هي البلاطة اللي فيها ورد دي ما كانش. فهم بصراحة هم شغالين كده اقترحوا ان المطبخ يكون سادة خالص، والحمام هو اللي يكون فيه الوزر كده بالشكل ده. وزر يعني البلاطة اللي هي بتبقى منقوشة، بتبقى عاملة فاصل كده بين السيراميك وبعضيه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. ده شكل الحمام. بس طبعا خليكم معايا لاخر الفيديو اجيب لكم الشكل النهائي بتاعه دلوقتي، بس قبل طبعا ما نركب السباكة وكده والكلام ده. تمام. دي التشطيبات اللي هي قبل النهائية كده للحمام والمطبخ. ودي كمان الاوض كانوا كمان شغالين فيها، عملوا الارضية بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. بس بجد محتاجة اعرف رأيكم جدا في السيراميكا اللي انا مختاراها دي. يعني كل حاجة معمولة على ذوقي وباختياري طبعا. بوريهم طبعا اللي بختاره كده، بس بصراحة يعني بيقتنعوا برأيي جدا، بتعجبهم الحاجة في الآخر. بس أنا حبيت البلاطة دي عاملة زي الرخام كده. يعني عايزة اقول لكم ان البلاط دوت على ما اخترناه كان قصة طويلة كده. اخترت حاجات ونزلت حاجات من على النت، وكان في دماغي البلاطة اللي هي البيضة اللي بتبقى يدوب مشبحة بلون بسيط كده رصاصي او اسود. بجد كانت عجباني جدا جدا، وخلاص هنجيبها وان هي موجودة عند الراجل وكده. اخويا راح طبعا ملقاهاش، بعت لي حاجات كتير من هناك من المحل، وهو في المحل بعتها لي على الواتس وكده وايه، واخترت منها. يعني دي تعتبر افضل حاجة كانت موجودة. بس بجد يعني ما بانتش غير لما اتفردت بالشكل ده. وكمان التشطيب النهائي هتبان اكتر واكتر على ما يتعمل كمان النقاشة والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده الصالة كان فيها جزء بسيط لسه، والأوضة اللي بره اللي هي بتاعة الركنة زي ما معروفة يعني، فهي كانت متدربكة كده، والتلاجة مرمية فيها والغسالة. بجد الدور الأرض ده يا جماعة لما بيتجهز ويكون مفروش كده وتيجي تجهزيه، بجد بيبقى قالب البيت كله، بيبقى قالب الدنيا بحالها. مش عايزة اقول لكم البوظان اللي كان في البيت عامل ازاي، والدربكة وكل حاجة مرمية في كل حتة، وشوية على السلم وشوية في الشارع وشوية في بيت عمي والكلام ده كله. بجد كانت دربكة جامدة جدا جدا. فزي ما انتم شايفين بقى هنا كده كنا عملنا كمان الوزر اللي هو الحرف السيراميك اللي تحت ده. طبعا بيبقى بيحمل حيطة من المسيح والكلام ده كله والمية والكلام ده كله. هنا بقى يا حبايبي كان تاني يوم بقى كده، كان المطبخ بقى اتشطب بالشكل ده، أرضية وكمان سقف، وكان ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. بجد يعني الصنايعي اللي في ايديه اللي ايديه في الشغلانه بجد بيبقى شيء اكتر من اصحاب البيت، واكتر من الحاجه اللي هم بيبقوا عايزينها. فاهميني؟ يعني بجد لما اتعمل البلاطه الساده دي، بجد هي مش ساده، هي فيها تشبيحه خفيفه عامله زي جذع شجر كده وايه، والورد اللي هو في الوزر اللي في الحمام مكملها تمام. بس بجد لما اتعمل ساده كده بجد احلى حاجه في الدنيا.
ده طبعا مكان الحوض قدام الحمام بالشكل ده كده. طبعا كمان زودنا الاضاءة، زودت الاضاءة في الطرقة دي كده، عملنا لمبة، وكمان زودت الفيش في المطبخ علشان واحدة تبقى على الرخامة وواحدة كمان للبوتاجاز او الشفاط الكلام ده تمام. زودت كل حاجة بجد بجد يا جماعة، عمايل من اول وجديد. ودي كمان وصلت الغسالة الاوتوماتيك، حبيت ان هو يعملها ضروري في السباكة الجديدة دي لما اتعملت. حبيت ان هو يعملها ضروري ضروري، لان ما نعرفش بقى قدام بقى في غسالة ما فيش كده الكلام ده، بس بجد حبيت ان هي تكون موجودة. طالما هنعمل يبقى خلاص عمايل بعمايل، اللي هو ايه، تعملي احسن حاجة وحاجة تريحك بعد كده تمام. فزي ما انتم شايفين كده، بصوا الحمام مطبخ مسحوب سيراميكا واحدة مع أرضية الشقة كلها واحدة، هي ماشية معاها تمام. فيها اللون اللي هو زي الرخام البيج دوت، بجد جميل جدا جدا. فماشية كل السيراميك مع بعض، حيطان وأرضية وسقف. وعايزة أقول لكم إن السيراميك أثر كمان في السقف بتاع الحمام، كان المطبخ خلص وده كان أهم حاجة علشان الدهون طبعا والكلام ده كله. فعملنا بقى، رحت جبت سيراميك أنا وأختي طبعا من بلد جنبنا، رحنا جبنا كرتونتين كده وخلصنا الشغل، عشان مش هينفع إنه كان يبقى من غير سيراميك في السقف علشان المية طبعا والكلام ده كله. لأن عندنا الحمام والمطبخ على بدروم ده اللي هو إيه، جزء تحتاني كده في البيت بيبقى لامن بقى حاجات كتير وكده. فهم دول ومظبوط بقى كده ومعمول عليهم الحمام والمطبخ، يعني هنقول زي أوضة مقسومة اتنين. فكان لازم معلش السقف يتعمل سيراميك فوق وتحت بالشكل ده. وطبعا السلم كانوا بدأوا كمان يعملوا فيه الرخام بالشكل ده. حطوا لي بقى لايك للفيديو واستنوني في روتين جديد ان شاء الله.